السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا. فيديو النهاردة غير أي فيديو على الأقل بالنسبة لي، لأني من عشاق الأرنبيط. بجد بحبه جدا وبحب موسم الشتاء علشان آكل فيه الأرنبيط. وصفة حلوة وسهلة وبسيطة، يلا نسمي الله ونعملها النهاردة مع بعض. عندي واحدة من الأرنبيط أو زهرة من الأرنبيط زي ما بيقولوا عنها في الدول العربية، زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت تعذروني على صوتي، وبجد محتاجة دعواتكم ليا. عفوا. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، هبتدي اقطعها. التقطيع بقى حبايب قلبي دي انا يعني متروك ليكم. كل حد بيقطع القرنبيط بالاحجام اللي هو بيحبها، زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي انضفها. انا استخدمت السكينة بتاعة الفاكهة بما انها ليها سن رفيع كده، فهتساعدني ان انا اقشر الجذع بتاع القرنبيطة بشكل كده سلس، يعني ما يكونش متعب. زي ما انتوا شايفين الموضوع سهل وبسيط. بقشرها زي ما انتوا شايفين كده معايا حبايب قلبي. وبعد كده بقى هاخد الزهرات بتاعة القرنبيط دي وهغسلها. بعد ما اغسلها هعلق على مية، ولما المية تغلي زي ما انتوا شايفين كده هنزل زهرات القرنبيط زي ما انتوا شايفين كده. بجد الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، وكمان وصفة حلوة كده، وممكن نعملها على الفطار يوم جمعة كده، وممكن نعملها على الغدا عادي. بحط عليها زي ما انتوا شايفين بسيط من الملح وبسيط من الكمون في المية اللي انا بسلق فيها القرنبيط. هجيب بقى بولة، وهنزل في البولة مقدار كوباية معيارية من الدقيق، وكمان كوباية من المية. وهبتدي زي ما هتشوفوا معايا كده، هبتدي أدوب الدقيق بتاعنا. الموضوع سهل جدا، والنهاردة هنعمله بجد وصفة سهلة. هي كانت وصفة والدتي، بس بجد هي وصفة سهلة جدا. دول 4 فصوص من الثوم المتوسط. طبعا بقى بزود ملح، كمون، هنزل كده ببسيط من الشطة، انتوا عارفين ما بحبش الحاجات الحارة. وزي ما انتوا شايفين معايا ده بقدونس. زي ما انتوا شايفين بصراحة الحزمة انا اخدت منها تقريبا نصها. والتركاية دي بقى اللي كانت والدتي دايما تعملها، بتبشر طماطمايه متوسطة وبتنزل بيها على الخليط. بجد بتفرق جدا 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 في الطعم، يعني بجد يعني ان شاء الله لما تجربوه هتعرفوا هي قد ايه فرقة في الطعم. وبقلب الخليط بتاعي كده، الخليط بتاعي زي ما انتوا شايفين. هنعرف ازاي ان الزهرة بتاعتنا او القرنبيط بتاعنا استوى. بنجيب الشوكة وبنغرزها زي ما انتوا شايفين كده، وبوريكم في الجذع بتاع زهرة القرنبيط. دلوقتي بقى انا جبت بيضة وربيتها، حطيتها يعني ربيتها الاول قبل ما انزلها. وهنزل بقى ببسيط جدا من الفلفل الاسمر زي ما انتوا شايفين معايا كده. وهنقلبهم مع بعض، هنقلب الخليط بتاعنا كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين معايا كده حبايب قلبي. وكده الخليط بتاعنا بقى جاهز. هبتدي انزل فيه زهرات القرنبيط. وانا دلوقتي حطيت الزيت بتاعي على النار، حطيت الزيت بتاعي على النار علشان يبتدي ان شاء الله على خير كده. يعني على ما اقلب القرنبيط بتاعي او زهرات القرنبيط يكون الزيت بتاعي سخن زي ما انتوا شايفين كده. تقدروا تعملوا الخليط ده وتحتفظوا بيه يعني في التلاجة، تغطوه وتحتفظوا بيه في التلاجة. اذا كنا عاملينها مثلا من بالليل لتاني يوم مفيش فيها اي مشكلة. زي ما انتوا شايفين كده. ودلوقتي بقى انا هاخدها ان شاء الله علشان ابتدي ان انا اقليها. هنزلها ان شاء الله على الطاسة كده زي ما انتوا شايفين. الموضوع بصراحة سهل جدا وبسيط جدا، مفيهوش اي مجهود، والوصفة مش مكلفة زي ما انتوا شايفين. وبصراحة ما عملتش فيها اي افتكاسات، انا عملتها بنفس طريقة والدتي الله يرحمها. بتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. يا ريت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوة، بالشير للفيديو، باشتراككم تنوروني في القناة، واستنوني دايما في المطبخ مع سنة.